الكروميوم بيخسس؟ الحقيقة العلمية ورا المكمل السحري من الآخر. أهلا بيكم يا ولاد. النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتاخدها في رحلة التخسيس، لكن قليل منكم اللي فاهمين ده بيشتغل ازاي، وهو المكمل المشهور الكروميوم. هل فعلا بيخسس ولا كل ده وهم وتسويق؟ تعال نعرف الحقيقة سوا مع بعض بالعلم ومن غير لف ودوران. أول سؤال، هو ايه الكروميوم ده أصلا؟ الكروميوم معدن من المعادن اللي جسمنا بيحتاجها بكميات صغيرة جدا. المعدن ده ليه دور مهم جدا في تنظيم سكر الدم، لأنه بيزود فعالية هرمون الإنسولين، وده الهرمون الأساسي اللي بيدخل السكر من الدم للخلايا جوه. يعني باختصار، كل ما الإنسولين يشتغل صح، كل ما نسبة السكر في الدم تستقر، وكل ما جسمك يهدى وما يجوعش كل شوية. حلو الكلام ده قوي، بس ايه دخل الكروميوم في الموضوع؟ يعني بيخسسك ازاي؟ في دراسات كتير اتعملت على الكروميوم، أنا هقول أهمهم. في دراسة اتنشرت في مجلة Diabetics Technology وثيرابيوتكس سنة 2008. الدراسة لقت إن الكروميوم ممكن يساعد على تقليل الشهية، بالذات في الناس اللي رغبتهم في السكر عالية شوية. وفي دراسة تانية اتعملت على الناس اللي بيعانوا من وزن الزيادة، الأوبيس أدلتس، لما خدوا 400 ميكروجرام من الكروميوم بيكولينات لمدة 8 أسابيع قل وزنهم بنسبة بسيطة، وكمان قلت نوبات الجوع، بالذات الجوع العاطفي. يعني نفهم من كده ان الكروميوم مش بيحرق الدهون بطريقة مباشرة، لكن بيساعدك تسيطر على شهيتك ويقلل الرغبة في السكر، فبالتالي بتاكل اقل فتحرق دهون اكتر. طب حلو الكلام ده قوي. طب ايه الشكل المناسب للكروميوم؟ يعني ناخده ازاي؟ الكروميوم ليه كذا شكل، لكن اكتر نوع اتعمل عليه دراسات واكتر نوع بيستخدم هو كروميوم بيكولينات، وده اللي موجود في اغلب المكملات. الجرعة الآمنة الفعالة بتكون ما بين 200 ل 400 ميكروجرام في اليوم، ويا ريت يتاخد بعد الأكل، أولا عشان امتصاصه يبقى أحسن حاجة، وعشان ما يعملكش مشاكل في المعدة. طب سؤال مهم، هل الكروميوم ده آمن ولا ليه أعراض جانبية تخوف؟ بشكل عام الكروميوم آمن جدا لو التزمت بالجرعة الصح، لكن في بعض الناس ممكن يحسوا ويشتكوا بصداع بسيط، شوية دوخة، توتر خفيف لو خدوه بجرعات عالية. وتنبيه مهم، لو عندك سكر أو بتاخد أدوية منظمة للسكر لازم تستشير الدكتور بتاعك قبل ما تاخده، لأن ممكن ده يخلي السكر يقل في الدم بالزيادة قوي. طب نيجي بقى للرأي الصريح بتاعي. أنا شايف إن الكروميوم هو مش حل سحري، لكن إضافة حلوة ومساعدة كويسة. لو انت عامل دايت مظبوط وبتتحرك وبتحاول تسيطر على شهيتك، الكروميوم ممكن يساعدك ويخليك تشد على نفسك اكتر شوية. لكن انت لو بتاخده وعمال تبلبع لي في فاست فود وبتحلي بالبسبوسة، مش هيعمل لك اي فرق غير انك هتقعد تصرف فلوسك على الفاضي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده مكمل الكروميوم من الاخر.